السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع شهوة أم زينب. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا حلوة، حلوة نتاع البوق أو حلوة القرقاعة. كتجي بنينة، كتجي غزالة في المذاق ديالها، وكتجي هشيشة، فتية، كتذوب في الفم. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا 200 غرام ديال الزبدة اللي تكون رطبة، قبيصة نتاع الملحة، واحد الفاني، كاس ديال سنيدة. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، يعني كندخلوا ديك الزبده مزيان في ديك سنيده مزيان في الزبده حتى كنحسوا بها دابز. كنخدموهم مزيان. غادي نزيد هنايا كاس نتاع الزيت، غادي ندخل ديك الزيت مزيان مع ديك الزبده حتى كنتحصلوا على الخليط بهذا الشكل. من بعد غادي نزيد حبه نتاع البيض، حتى هي كندخلوها مزيان في الخليط. عندي هنايا كاس نتاع الجنجلان اللي خديته حمرته وطحنته مزيان حتى رجع هكذا بودره. كتجي بنينه هاد الحلوه، كتجي غزاله. هنا من بعد ما دخلت داك الجنجلان غادي نزيد معلقه كبيره نتاع الكاكاو، كاكاو المر. غادي نزيد واحد الخماره نتاع الحلوه. صافي غادي نبدا كنجمع بالطحين. الطحين هنايا بالضبط خدات لي 530 غرام. يعني العجينه ما كنقصحوهاش، كنبداو كنضيفوا الطحين شويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى كنتحصلوا على القوام يكون رطب. كندخلوا هكذا الطحين مزيان في الخليط. فاش كتبدا كتجمع العجين كنحاولوا ما نعجنوهاش، كنبقاو غير كنخلطوا، كنجمعوا هكذا الاطراف وكنجمعوا هكذا الوسط وحنا كندخلوا الطحين. صافي هذا هو الشكل نتاعها. من بعد ما جمعتها هي كتكون باقا كتلتصق في اليد، كتكون رطبه. كنخليوها رطبه باش ما كتعذبناش فاش كنخرجوها من البوق. صافي هنايا خديت هذا البوق هذا، فيه على ما كنظن فيه 7 ديال السنينات. كتستعملوا اي نوع عندكم. هنايا كنخرجوا الحبات شويه صغارين من الاحسن، لان مازال غادي نلصقوا كل جوج مع بعضياتهم باش ما تجيناش الحلوه كبيره بزاف. كنخرجوا هكذا الحلوه من البوق وكنحاولوا نقادوها شويه. كنحاولوا اننا نديرهم في نفس الحجم. صافي من بعد ما كنكملها كندخلها الفران كيكون سخون من تحت حتى كطيب. بعدين كنديروها تاخد اللوينه كدا شويه محمر من فوق، راها كطيب بسرعه. وهذا هو الشكل ديالها. انايا بعد ما طابت خيتها تتحمرات.
لصقت كل جوج مع بعضياتهم بشكلاط كحل. هنايا من الاحسن تلصقوها بشكلاط بيض، هو اللي كيجي عاطي فيها المنظر اكثر من الشكلاط كحل. انا توفر عندي غير شكلاط كحل، داكشي علاش استعملته. غادي نحط لكم تصاور ملصقاها ملصقاها بشكلاط بيض. غادي نخلي لكم تصاور، غادي تشوفوا ان شكلاط بيض كيجي احسن من شكلاط اسود. وهذه هي الحلوه ديالنا، كتجي غزاله وهشيشه، والمذاق ديال الجنجلان كيجي فيها غزال. نقسم معكم وحيده تشوفوا الشكل ديالها، كتجي فتيه. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل ديالها بالشوكولاته البيض، هكا كتجي زوينه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.